ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هدى بوراس رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان شكرا تركيا. السلام عليكم ورحمة الله دكتور. في البداية وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. في البداية البعض يقول لماذا نشكر تركيا؟ ما الذي قدمته تركيا لقضايا العرب والمسلمين؟ سلمكم الله، أهلا وسهلا بقناة الرافدين. حياكم الله. سلمكم الله. تركيا الإنسان، تركيا السلام، تركيا أول من فكت الحصار عن غزة في حين تخاذل الأقارب والجيران. تركيا وقفت مع القضية العراقية، تركيا وقفت مع القضية السورية في حين تخاذل الكثير من إخواننا العرب أو من الذين يدعون أنهم رعاة الحرية والسلام. نعم. تركيا وقفت مع القضية اليمنية، تركيا واقفة الآن مع جميع قضايا الأمة. تركيا هي الرائدة في المجال التعليمي، هي الرائدة في مجال التنمية والاقتصاد. نعم. تركيا كما قلت بسبب مواقفها بسبب مع القضايا العربية تواجه الكثير من التحديات. في رأيكم ما الواجب على الجالية العربية تجاه تركيا الموجودون في تركيا؟ أخي الكريم، حينما نقول شكرا تركيا هذا لا يعني أن بقية الدول لا تستحق الشكر، فهنالك دول أخرى هي أيضا تستحق الشكر، وهي كل من وقفت مع أمتها ومع قيمها وأخلاقها. ولذلك كان حقا علينا نحن العرب الذين يشعرون بالامتنان لتركيا حكومة وشعبا وقيادة أن نقدم هذه النصرة في هذه الأيام حينما وجدنا التكالب الاستعماري يلوح بكلمات لا تليق ضد الشعب التركي، وحينما وجدنا الشعب التركي يحتضن الكثير من أبناء الجاليات العربية في حين أن الدول الأخرى لا تقوم بذلك، فنريد أن نقدم رسالة تضامن أحرار العالم مع الشعب التركي، وندعو أيضا العالم بأكمله أن يقف مع تركيا. نعم. ضد في قضايا اللاجئين والمهاجرين. نعم. ما الواجب على الجالية العربية المقيمة في تركيا تجاه تركيا برأيك؟ الواجب أخي الكريم على الجاليات العربية المقيمة في تركيا أنها تساند مواقف تركيا الإيجابية، خاصة المصيرية تجاه أمتنا العربية والإسلامية. أيضا يجب علينا أن نساند الموقف التركي السعودي الآن الذي ظهر مؤخرا بتشكيل تحالف إسلامي يجمع كيان العدو المتربص بالأمة العربية والإسلامية. نعم. برأيك هل الجالية العربية قادرة على أن تكون جالية فعالة في تركيا وليست جالية لاجئة حسب ما يشاع عنها ويقال عنها؟ ليست الجالية العربية هي ليست جالية في الحقيقة لاجئة إلا القليل، هم كوادر اجتمعوا خيار من في العالم العربي، كوادر العراق بكل توجهاتهم، كوادر مصر بكل توجهاتهم، كوادر سوريا بكل توجهاتهم، كوادر ليبيا بكل توجهاتهم، كوادر اليمن بكل توجهاتهم. وجدوا أن هذا الشعب هو من قال لهم أهلا وسهلا في حين أغلقت الأبواب أمامهم، ولذلك فإنهم جميعا يشعرون بالامتنان لهذا الشعب الأبي، ولذلك عليهم يمكن للدولة أن تستفيد منهم في كل شيء. وحبذا نتمنى أن يكون هنالك مراكز أبحاث أو جامعات تخص العرب وتجمعهم، ومدارس تجمع أبناء العرب، وحتى يكون لهم كلمة واحدة وكيان واحد وموقف واحد. نعم. الدكتور هدى بوراس رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان شكرا تركيا، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لك.